تمريره الجهه اليمنى. خالد ايتور خان كينطلق بهذه الكره وهذه الحمله الهجوميه من الجهه اليمنى. عمليه ديال المراوغه، المرور ديال لابطي، فرصه داخل منطقه الجزاء، فرصه والهدف. هدف كيجي لاعلان عن افتتاح تسجيل في هذه المباراه. العميد حريمات يضع الكره في المرمى معلنا على الهدف الاول. الجيش الملكي كيتمكن اذا من الوصول للمرمى. الحريمات كيسجل الهدف الاول. غادي نشوفوا الاعاده، الطريقه اللي جات من خلالها التمريره العرضيه الجانبيه، دخول داخل منطقه الجزاء، والحريمات كيف انه كمل الكره. لاحظوا هنا تمريرات لعبات من الجهه اليمنى، الطريقه الهجوميه بهذا الشكل. هذا تمريره اللي جات عن طريق لاعب لابطي داخل منطقه الجزاء، وهدف من جانب فريق الجيش الملكي. لاحظوا هذه المراوغه ديال لابطي، الطريقه كيفاش انه رفع الكره ديالو، تمريره في الجهه اليسرى، ثم حريمات كيوضع الكره في الشباك معلنا على الهدف الاول في هذا اللقاء. الحسني اذا يتلقى اول هدف في هذه المباراه امام فريق الجيش الملكي بعدما لعبات الكره داخل منطقه الجزاء. والعميد اذا هو اللي تمكن من استثمار هذه الكره. 1-0 طريق اختارها اماميه، كره للحسنيه داخل منطقه الجزاء في ثانيه راسيه ممتازه، جول وهدف التعديل. لم تنتهي بعد، قلتها لم تنتهي بعد. نعم، الحسنيه يتمكن من زياره الشباك، يتمكن من التسجيل. لم تنتهي مباراه اليوم بعد. الاصرار والطموح من الصنيبيي يتمكن من الوصول الى الشباك. عبد الهادي السكتيوي السعيد، عبد الهادي السكتيوي الذي يظهر على انه الانفاس الاخيره من مباراه اليوم تخدم مصالحه بشكل رائع. هذه التمريره الجانبيه في غياب التسلل، هنا التحضير، هنا التمرير، هنا التأطير، هنا الهدف الذي ياتي ليكون هدف التعديل. تمريره جانبيه موطره، السينيبي يضع الكره في المرمى معلنا عن الهدف، هدف التعديل بعد تمريره جانبيه من جانب جلال طشطش. 1-1 في مباراه اليوم، 1-1 في لقاء اليوم، 1-1 في سيناريو لم يحسم بعد، لم ينتهي بعد. سننتظر ايضا الدقائق المتبقيه. ما يشاركوش في الهجمه الماضيه ومن بينهم جمال الشماخ. كره كترجع لمارور، مارور ينطلق يلعب هذه الكره على مستوى الخط الامامي، تحضير بر الصدر، الانسال من الجهه اليسرى، والانطلاقه والمحاوله تاتي من جانب يوسف عربيدي، يرفع هذه الكره داخل منطقه الجزاء، راسيه ممتازه، جول. هدف، هدف الانفاس الاخيره، هدف من يتوقع بهذه الطريقه، هدف ياتي بهذه الشاكله، راسيه مثيره. الجيش يعود، الجيش يتقدم، الجيش يقدم هدف. سنتابع، سنراقب، سنواكب الاعاده. هذا النبي، هذا نصر الدين اليوم نحو نصر جديد لفريق الجيش الملكي. وهذا عبد الهادي السكتيوي الذي يظهر على انه في لحظه تنفس الصعداء لكن تغيرت الامور. كره جانبيه بهذه الشاكله لعبت من عربيدي، وفي غياب التسلل الراسيه البديعه شباك الحارس الجرباوي. صديق الامس اليوم يظهر على انه يعاني والمشوار مستمر. الجيش الذي لعب هذه الكره بشكل ممتاز، تمريره عربيدي الممتازه وراسيه بالمقاس، وراسيه بالمقاس تحسم مباراة كرة القدم بصافرة نهائية، يصدر ستارة بصافرة حكم ينهي تفاصيلها. والجيش آمن بحظوظه والآخر آمن بإمكانية بقائه مع 3 نقاط في مقابلة اليوم. إذن هدف ثاني